السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أولى حلقات برنامج مع الهواري على قناة الحياة الإقليمية لايف. النهاردة هنعرض حصل حادث أليم في مدينة جمصة التابعة لمحافظة دمياط، لأن كل الناس اللي مش عارفة معانا في جمصة بتنقسم إلى شقين: جمصة تابعة لمحافظة الدقهلية وجمصة تابعة لمحافظة دمياط. من 4 أيام بالظبط صحينا كلنا على حادث أليم، وهو غرق مركب صغيرة في البحر. وبسؤالنا ايه اللي حصل ولا ايه ملابسات الحادث ده، عباره عن اخين بيعملوا في صيد الاسماك، لان انتوا عارفين معظم جمصة التابعه لدمياط يعملون في صيد الاسماك او بيشتغلوا في صيد الاسماك. وكان الامواج عاليه جدا لدرجه ان حرس الحدود منعهم من النزول، ولكن في ظل هذه الظروف الصعبه كانوا هم بالليل رامين الشبك بتاعهم ده بحوالي 20,000 جنيه، وخافوا عليه من الجو. فحرس الحدود قال لهم لو هتنزلوا على مسؤوليتكم الشخصيه وتكتبوا تعهد بكده. الشابين كتبوا التعهد ونزلوا بالفعل للميه، والامواج كانت عاليه لحد الامواج ما غرقت المركب بتاعتهم، وهم الاثنين وقعوا في البحر وقعدوا متمسكين بالمركب الصغيره بتاعتهم لمده ساعتين استغاثات. مفيش حد راح ولا استغاث بيهم لحد ما طلع عمهم المعلم خالد الشيل عشان يشوفهم. بعد ما جه كان في عزبه البرج، راح بالمركب الصغيره بتاعته لقى المركب فاضيه، وزي ما انتوا هتشوفوا كده معايا صوره المركب لما راح ليها المعلم خالد الشيخ. يا عم الحسكه يا عم على العوض، ما فيش حد فيه، ما فيش الا هدوم عماد هناك. ايه طب خلي العساكر يبصوا عليه بالنضاره. يلا عشان الجو وحش هنغرق. احنا هنغرق، احنا نخرج يا عم. خلي العساكر يبصوا عليه، البحر وحش قوي. بصور اهو يا عم. والله يا عم انا ماشي كده اهو ماشي. لحد النهارده الصبح يا جماعه طلع برضو المعلم خالد الشيل واولاده عشان يدوروا تاني ويشدوا الغزل بتاعهم بتاع السيد الله يرحمه وعماد الله يرحمه، عشان يمكن يكون الجثمان في الغزل او الشبك بتاع الصيد. لحد ما شدوا بعض من الغزل بتاعهم زي ما احنا شايفين في الفيديو هنا اهو. الغزل هوني جبناه من البحر، طالعين من الفجر بندور، ورحنا عند راس البر وعند الميني ما لقيناش حاجه، الا الغزل ده اهو. ورحنا عند الشواكيش وقعدنا ندور ما لقيناش حد اهو. اللي عنده اي حاجه يبلغنا بقى يا جدعان، عليها النعمه. احنا هبطنا وزهقنا ولفنا، والله لسه ما نمنا يا جدعان. بقالنا 4 ايام بنلف على البحور وراجعين تاني عند دمياط اهو. احنا راجعين عند دمياط. اللي عارف حاجه ينصحنا يا جدعان. زهقنا وحياة كتاب الله هبطنا من لف طول الليل على البحور. اللي مستغرب ليه في الموضوع وان انا بعرض الموضوع ده ليه، هو ليه احنا ارواحنا رخيصه او الغلبان روحه رخيصه؟ ليه ما تتحركش الدوله كلها بكل قوتها تدور عليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ هل عشان الغلبان ملوش ظهر؟ كل الناس الصيادين بمعداتها البسيطه هي اللي بتدور عليه، بس احنا عايزين، انا مش عارف في الظروف دي ايه اللي بيحصل ولا ايه المفروض الدوله تتخذه تجاه هذا الموضوع. يعني شاب مفقود لحد دلوقتي، دفنوا الشاب الاولاني وامه وابوه لحد دلوقتي مش قادرين يعملوا العزاء عشان مستنيين خروج جثمان التاني. لحد دلوقتي 4 ايام في البحر لحد دلوقتي ما خرجش. هنا انا بناشد كل المسؤولين، كل الناس، القوات البحريه، قوات الانقاذ النهري، اي حد يقدر يتدخل نقدر ندور على الجثمان نخرجه بس عشان يدفن، عشان نار امه وابوه. لو تشوفوا حالتهم حاله صعبه جدا 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 على ابنهم التاني اللي عايزين يدفنوه مش لاقيينه، عشان بس تبرد نارهم ونقدر ندفنه ونقدر نعمل عزاء للاثنين مع بعض. وده اللي حبيت اقدمه لكم النهارده في اولى حلقات مع الهواري، قصه من ارض الواقع موجوده حصلت ولسه لحد دلوقتي المشكله قائمه. بستغيث بوجه نداء لكل المسؤولين الانقاذ البحري النهري عشان يتدخلوا في الموضوع. دي كانت قصتي النهارده وحكايه النهارده مع الهواري، وشكرا لحسن استماعكم.